الله أن يمدكم بعونه وأن يسدد خطاكم إلى ما فيه خير الجزائر العزيزة وازدهار شعبنا الأبي، الذي لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن نتوجه إليه من جديد ومرة أخرى بكل التقدير والعرفان لما أحاطني به من مساندة وتشجيع خلال هذه السنوات الأخيرة التي توليت فيها مقاليد السلطة كرئيسا للدولة ثم كرئيس للجمهورية، وهي مرحلة كانت من أصعب المراحل التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرافقه إلى مخرج القاعة